صلي عليه سيدنا محمد. معاكم اسماء رمضان. هنعمل احلى طبق كبده اسكندراني زي بتاع المحلات كده، وانتي ماشيه في الشارع بتشمي ريحه الكبده مفحفحه في الشارع. قبل ما نبدا وصفتنا متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، وتكتبوا لي في الكومنتات لو عجبتكم. معانا نص كيلو كبده، ومعايا معلقه دقه، ومعايا نص معلقه كمون، ومعايا نص معلقه فلفل اسود، ونص ليمونايه، وحبه خل. باخد التتبيله اللي انا عملتها ده واقلبها في الكبده شويه، وبعد كده هحطها في التلاجة ترتاح شوية في التتبيلة بتاعتها. هنا عبال ما خلصت الراحة بتاعتها جبت الطاسة بتاعتي الحلوة دي وحطيت فيها حبة زيت، وهنا سبت الزيت بتاعي لازم اسيبه يسخن او يقدح. ومعانا في وصفتنا النهاردة مكون جديد، هي بصلاية صغننة، دي بتخلي الكبدة في حتة تانية خالص. بمسك البصلاية بتاعتي ابشرها زي ما انتوا شايفين كده، او اقطعها شرايح صغيرة. بعد كده ده اقلبها تقليبه صغيره. البصلايه هنا مش بتحمر يا جماعه، يا دوبك بس بتتبل بس. بجيب الكبده بتاعتي واحطها على الزيت. الزيت هنا سخن او قادح. هنا الكبده مش بقلبها اول ما بنزلها، بسيبها شويه وبعد كده بقلبها زي ما انتوا شايفين كده. باخد الزيت بتاعها اكبه عليها من فوق، ما بقلبهاش عشان ما تتهراش معايا. بعد كده حطيت حبه فلفل اسود صغننين كمان، وهجيب الفلفل بتاعي المحترم احطه عليه الكبده بتاعتي اقطعها، وحط بيت ملح، وطلع معايا احلى طبق كبده. وتفضلوا معانا.